بأمارة إيه؟ بعد وفاة الكابتن إيهاب جلال الله يرحمه، النادي الإسماعيلي بيدور على لاعب، أو بمعنى أصح مدير فني للفريق الأول. وخلونا نتكلم عن حتة إن المدرب العام يبقى هو المدير الفني، خلفا للمدير الفني لما بيستقيل أو بيتم إقالته، أو حتى بيحصل له حالة من الوفاة زي ما حصل مع الكابتن إيهاب جلال. طبعا مجلس إدارة نادي الإسماعيلي مش موافق على إن الكابتن حمد إبراهيم يبقى هو المدير الفني للفريق الأول، ودي دايما بتبقى عدم ثقة في المدير الفني، إن هو عايزين يجيبوا يعني حد من بره. يعني أنا بلوم على نادي الإسماعيلي إن هو في ظروف الاقتصادية الصعبة جدا اللي موجودين فيها دلوقتي، وبيدور على حد من بره على أساس يمسك مدير فني للفريق. ليه لأ؟ ليه كابتن حمد إبراهيم ما يمسكش مدير فني؟ ما تخلوا الناس تاخد فرصتها يا جماعة. كابتن حمد إبراهيم يعني اشتغل فترة طويلة جدا كمدرب عام، وخد من الخبرات، وخد واحد من محبي نادي الإسماعيلي ولاعب من لاعبي نادي الإسماعيلي السابقين. فياريت المبدأ ده ينطبق على الكابتن حمد إبراهيم ويتولى أمر النادي الإسماعيلي. وشرفتونا وأنستونا.